وحدات الحرس الوطني منطقة الحرس بمدنين من إحباط عمليات تهريب فجر هذا اليوم، تمثلت في مواد كحولية هامة رفيعة من نوع رفيع يلوسكي، وكذلك الحديد ومادة الكسكسي. التفاصيل في هذه العمليات تمثل في وأن الشخص تقدم إلى مركز كوتين، أوهم الأعوان بعد استيقافه بأن المرافق بتاعه قام باختطاف السيارة والتوجه إلى وجهة غير معلومة. تمت المطاردة بتاعه واختفاء الأثر بتاعه، واعترف السائق وأن عملية تمويهية تمثلت في اختطاف السيارة من طرف المرافق بتاعه أثناء المراقبة، وهي محملة بقيمة 200 قارورة ويسكي من نوع رفيع قدرت ب20,000 دينار. وكذلك وفي نفس الإطار تم إيقاف 3 أشخاص في هذا الموضوع بالتحري معهم، وتم إيقافهم بعد استشارة النيابة العمومية لإحالتهم مع العدالة لاحقا. هذا كما تم في نفس الإطار إيقاف شاحنتين معبأتين من مادة الحديد الصلب متجهة من القطر الجزائري للقطر الليبي قدر المحجوز حوالي 6,000 دينار، وكذلك شاحنتين محملتين بمادة الكسكسي المدعم قدرت ب 750 كيلوغرام ما يناهز 3,000 دينار من المحجوز. تمت إحالة تحرير محاضر جبهية وحالتهم مصالح ديوانية.